في البرازيل بيحصل جريمة قتل لامرأة كل 6 ساعات، والجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة بالذات غيرت القوانين. تعالوا نشوف ازاي. سنة 2010 في البرازيل الشرطة بتحقق في اختفاء الطالبة إليزا سوماديو وطفلها الرضيع اللي عنده 4 شهور، واللي كانت حبيبة برونو حارس مرمى البرازيل وفريق فلامينجو السابق، وكمان كان كابتن الفريق ودايما حديث الإعلام. وقت اختفاء إليزا، برونو كان هو المتهم الأول والرئيسي في الاختفاء ده. هنشوف مع بعض ليه دلوقتي. لما ارتبطت إليزا ببرونو كان دايما بيضربها ويهددها لدرجة انه حذرها لو فكرت تلجأ للشرطة هيقتلها هي وعيلتها واصحابها. الكل في الوقت ده كان بيحذر إليزا من برونو، لكن هي الحب كان عميها لدرجة انها دايما تقول لهم انه بيعمل كده عشان بيحبها. وقت الاختفاء ما كانش فيه اي دليل ان إليزا ماتت، وكانوا معتقدين انها عايشة. وفي برنامج مشهور في البرازيل وقتها عرض جايزة 1,000,000 ريال للشخص اللي هيوصل لإليزا ويجيبها وهي لسه عايشة. تعالوا نشوف مع بعض القصة دي بدأت ازاي. في ريو دي جانيرو فريق فلامينجو فاز بلقب بطل الدوري البرازيلي للمرة السادسة، وتم إعلانه بطل الولاية. في الوقت ده الفريق كان فيه نخبة من اللاعبين، وكان برونو منقذ الفريق ومن أحسن حراس المرمى في الفترة دي. كان موهوب وقوي جدا لدرجة إن محدش كان قادر يفهم هو ازاي بيعمل كل ده. وفي أغسطس سنة 2009 كان في حدث خاص بجريدة إكسترا اسمه تناول الغداء مع نجمك المفضل، والناس وقتها كانوا طالبين برونو بالاسم. وفي اليوم ده برونو كان معاه واحدة اسمها إنجريد اللي كان مرتبط بيها لمدة سنة تقريبا، وقدمها للناس كلها على إنها خطيبته. والحدث خلص والجريدة نشرت مقالة بتفاصيل اليوم اللي من ضمنها طبعا خطوبة برونو بإنجريد. في نفس الوقت ده كان برونو على علاقة بإليزا، بس هي ما كانتش تعرف إنه خاطب. وفي الأغلب المقالة دي كانت بداية الشرارة في علاقة برونو وإليزا. إليزا في الوقت ده كان عندها 24 سنة وكانت حامل، وكانت علاقتها ببرونو على حد كلامها كويسة جدا وبيعملها كويس، لحد ما عرفت إليزا بموضوع خطوبته بإنجريد. لما واجهته بطل يرد عليها وطلب منها تبعد عنه. قررت وقتها إليزا تطلع للصحافة والإعلام وتعلن خبر حملها من برونو. وقتها برونو قال للصحافة إنه ملوش علاقة بالطفل ده ولا كان على علاقة بإليزا أصلا. وبعد سنة من المقالة دي اختفت إليزا في يونيو سنة 2010. الشرطة بدأت التحقيق ووصل لهم إخبار إن قبل اختفاء إليزا برونو عمل لها إصابات عنيفة، وإنها كانت في مزرعته وبعدها اختفت هي وطفلها. رئيسة المحكمة وقتها ماريكسا رودريجيز جالها طلب بالموافقة على تفتيش مزرعة برونو، وده كان بعد أسبوعين بس من اختفاء إليزا. ووافقت ماريكسا. بعدها بدأوا تفتيش المزرعة، ووقتها لقوا شنطة فيها حاجات لطفل، هدوم وحفاضات، وكانت محروقة بالكامل، وكمان أغراض تانية تخص واحدة ست. قبل اختفاء إليزا أكتر من صديقة ليها كلموا أبوها وقالوا له إن إليزا ماشية في طريق مش صح، وإنهم قلقانين عليها من علاقتها ببرونو. وزي أي أب حاول يحذر بنته، لكنها كانت مصممة تكمل. الشرطة صدرت اللابتوب بتاع إليزا بعد اختفائها، ولقوا عليه محادثات ورسائل نصية بينها وبين برونو. كان بيقول لها قد إيه هو بيحبها، وكان بيمنعها من شرب الكحول عشان صحة البيبي. إليزا وبرونو وهم صغيرين عاشوا تقريبا نفس التفاصيل. إليزا وهي طفلة عاشت في حي فقير، وأمها سابتها لأبوها وهي طفلة رضيعة، وبعد كام سنة رجعت عايزة تاخد بنتها تاني، لكن وقتها أبوها مرضيش يسيبها لوحدها اتخلت عنها قبل كده. ولما كبرت فضلت 10 سنين حارس مرمى كرة قدم، وكانت شاطرة جدا في اللعبة. وفي 2005 سابت إليزا الحي الفقير اللي عاشت وتربت فيه، وودعت جيرانها وراحت ساو باولو، وبدأت هناك حياتها المهنية. لكن وقتها ما كانش عندها أي علاقات، فاتجهت للتمثيل في الأفلام الإباحية، لكن حست إن كل ده غلط وقررت تبعد عن الطريق ده، واعتزلت وانتقلت سنة 2009 لريو دي جانيرو. وده نفس التوقيت اللي قابلت فيه برونو. اتقابلوا في حفلة عند واحدة صاحبتها لاعبة كرة قدم برضو، وحبته ودخلوا في علاقة، وإليزا حملت. بعد شوية علاقتهم بدأت تضعف، وبرونو تم استدعائه المنتخب البرازيل لأنه أفضل لاعب في البلد. وعلى الناحية التانية برونو كمان عاش في حي فقير، وفي بداية مسيرته المهنية تحديدا في مايو سنة 2004 حب واتجوز واحدة كانت جارته في نفس الحي اسمها ديان، وابوه اتسجن قبل كده بتهمة سرقة ضابط شرطة، وتم إطلاق أكتر من عيار ناري عليه. لما بدأ برونو يتشهر شوية بدأ يخون ديان، وبقى مغرور وغروره زاد جدا بعد التحاقه بفريق فلامينجو، وكان على علاقة بأكتر من واحدة في نفس الوقت، متجوز ديان وخاطب إنجريد وعلى علاقة بإليزا وغيرهم كمان. وحياته كلها حفلات وسكر، وعلى حد تعبير ديان بقى فاكر نفسه ملك العالم. حياة برونو برا الملعب وكونه حارس مرمى مشهور ومحبوب كانت حياة كلها خيانة، لدرجة انه اعتدى على واحدة رفضت تكون معاه في مزرعته في حفلة فيها ناس كتير،
وقتها ديان اتخانقت معاه وضربها، وفي حوار صحفي سألوه عن اللي حصل وقال إن عادي إنه يتخانق مع مراته ويضربها، وإن ده ممكن يحصل في أي علاقة، والكلام ده اتقال في اليوم العالمي للمرأة. وهنا بدأ يبقى فيه هجوم على برونو. ووقت ما إليزا طلعت وقالت إنها حامل من برونو اتهموها إنها سبب تراجع مستواه، وبرونو كمان وقتها طلع وقال عليها مجنونة وبدأ يهددها ويضربها. وفي يوم خميس الفجر راح لها بيتها وخدها لبيته وضربها وأجبرها تاخد كمية كبيرة من الحبوب وكمان مشروب معين. وقتها إليزا نامت أكتر من 12 ساعة متواصلين، ولما صحت قال لها إنها لازم تعمل عملية إجهاض يوم الجمعة، وهددها إنها لو لجأت للشرطة أو لأي جهة هيقتلها. لكن إليزا قررت إنها تعمل بلاغ ضده لاحتجازه ليها وإجبارها على الإجهاض، لأنها كانت عايزة تحتفظ بالطفل. والأخبار وقتها انتشرت وملت الجرايد وكل وسائل الإعلام، والناس كانت منقسمة ما بين إنها كانت ممثلة في أفلام إباحية وعايزة شهرة وفلوس، وبين ناس تانية كانوا شايفين إنها ضحية ومتعاطفين معاها. لكن للأسف إليزا ما كانش عندها أي إثبات إن برونو هو اللي اعتدى عليها واحتجزها، خصوصا إن آخر مرة اتشافوا مع بعض كان عند بيتها وخرجت معاه لبيته بإرادتها. وقتها المحكمة شافت إنها ما تستحقش يكون في قرار بعدم التعرض ليها ضد برونو، فاضطرت إليزا إنها تلجأ للإعلام اللي هو كمان ما صدقهاش وما ساعدهاش. أما برونو كل الشوشرة اللي حصلت حواليه دي ما أثرتش على كونه أفضل حارس مرمى، واليوفط اللي باسمه كانت مالية الشوارع كمان. بالإضافة إن الفريق ما أنهاش عقده، ورئيسة النادي وقتها قالت إن عادي كل واحد ليه سقطات وإنها مش هتغامر بالنادي عشان فرد من الفريق عنده مشكلة. وقتها المحكمة طلبت برونو للتحقيق، لكن كان عنده ماتش وما راحش وما قالش أقواله في القضية دي. وفي أكتوبر 2009 قررت إليزا إنها تسيب ريو دي جانيرو وتروح لمدينة تانية، لأنها خافت جدا من تهديد برونو. وطلبت وقتها من أصحابها وكل اللي يعرفوها إنهم يقولوا إنها في بارانا رغم إنها في ساو باولو وهم عارفين، لكن كل ده عشان تهرب من برونو وتهديده ليها. وفي نوفمبر 2009 في ساو باولو اتعمل لقاء مع إليزا، وكان ميعاد الولادة المقرر ليها 10 فبراير 2010. وقررت إليزا تسمي طفلها برونو، وقالت إنها بدأت تحس بالأمان شوية. وولدت إليزا في فبراير سنة 2010. وقبل اختفاء إليزا بشهر برونو فضل يدور عليها لحد ما وصل لها، وطلب منها يتقابلوا ويعملوا تحليل DNA للطفل، وقال لها إنه هيعترف بالطفل، وهي عشان بتحبه وثقت فيه وصدقته. راحت إليزا وقتها ريو دي جانيرو وقعدت في فندق، وكلمها ماكارو صاحب برونو وقال لها انه بيكلمها عشان يوديها لبرونو، لكن فعليا هو كان خاطفها. وواحد قريب برونو اسمه جورج كان مستخبي في شنطة العربية. وقتها رفع المسدس على إليزا واتصابت ونزفت كتير جدا، وطبعا ماكارو وجورج قدروا عليها وخدوها لمزرعة برونو. لكن في المحكمة برونو قال قصة تانية خالص. وفي يونيو 2010 بعد شهر من اختفاء إليزا اتقدم بلاغ للشرطة من بعض الشهود وأصدقاء برونو إن ديان مرات برونو ساعدت في إخفاء طفل إليزا، وتم استدعائها من الشرطة وسألوها عن إليزا وطفلها. في البداية أنكرت إنها تعرف أي حاجة، لكن لما قالوا لها إن إليزا ممكن تكون ماتت وإن الطفل في خطر قالت إن الطفل في مزرعة برونو، وقالت لهم على عنوان المزرعة. تم القبض وقتها على ديان وتوجيه تهمة خطم طفل إليزا. فوضحت للشرطة وقتها إن برونو احتال عليها وقال لها إن إليزا هي اللي سابت له الطفل، وإنه طلب منها بس تاخد بالها منه. الشرطة في الوقت ده سلمت الطفل لوالد إليزا وزوجته، لكن وقتها أم إليزا قالت إنها لازم تاخد حضانة الطفل، ورفعت قضية وكسبتها فورا. وتم نقل الطفل من عند جده لويس لجدته، والسبب كان إن لويس أبو إليزا اتسجن 8 سنين بتهمة اغتصاب، واختفى لويس وقتها بعد ما سلم الطفل. وتاني يوم السيد أديسون كبير المحققين بدأ هو والمساعدين بتوعه تحقيق جدي في البحث عن إليزا. الإعلام كله كان بيتكلم عنها، ولما سألوا برونو عن إليزا قال إنه ما شافهاش من 2 أو من 3 شهور وقت ما راح يشوف الطفل. ولما سألوه إزاي الطفل وصل مزرعته قال إن المحامي بتاعه منعه من الكلام في أي حاجة، لكن اللي جابهوله صديق مقرب ليه وكمان شغال عنده اسمه ماكارو، وقال لهم ممكن تسألوه هو جابه إزاي لأنه هو أدرى. عمل برونو وقتها أكتر من لقاء تلفزيوني، وكان في تضارب في القصص اللي بيحكيها في كل لقاء، فجمع أديسون كل اللقاءات دي وبعتها للأدلة الجنائية عشان يثبت التضارب ده. وفي نفس الوقت ده راح صحفي اسمه هاتسون ومعاه مصور صحفي لمزرعة برونو عشان يعمل تقرير، لأن كان في أخبار بتقول إن إليزا قعدت هناك فترة قبل اختفائها. والمفاجأة وهم بيلفوا في المزرعة إنهم لقوا أغراض طفل محروقة وكمان ألبوم صور، ولويس أكد إنها صور برونو الرضيع، وبالتالي ده بيأكد أكتر فكرة وجود إليزا في المزرعة قبل اختفائها. يوم 7 يوليو الشرطة أمرت بالقبض على كل اللي كانوا شغالين في المزرعة، والشرطة راحت تقبض على برونو لكن ما كانش موجود، وبعدها سلم نفسه في نفس اليوم الساعة 5 المغرب. وقسم الأدلة الجنائية يوم 8 يوليو اتحفظ على عربية خاصة ببرونو، ولما فحصوها لقوا كمية كبيرة من الدم حوالي نص لتر، ودي كمية كبيرة جدا، وأخدوا منها عينات. وبعد عمل تحليل DNA اتضح إنها الدم ذكر وأنثى، والأنثى تبقى إليزا، وده تقريبا بيأكد نفس أقوال جورج. يوم المحاكمة وجلسة الاستئناف
الاستماع الأولى كانت في نوفمبر 2010. اتنقل برونو من السجن للمحكمة تحت حراسة مشددة جدا. وقتها الناس قدام المحكمة كانوا منقسمين بين إنه بريء وبين إنه قاتل، ونفس الشيء بالنسبة لإليزا، بين إنها ضحية وبين إنها طماعة وكذابة وتستاهل إنها تموت. في المحكمة برونو قال إن إليزا هي اللي ادته الطفل وقالت له يعتني بيه 7 أيام بس، وبعدها اختفت، وإن قبلها كانت عايزة تعمل له فضيحة في الفندق اللي قاعد فيه مع الفريق بتاعه، وإن ماكارو وقتها أخدها المزرعة لحد ما برونو يخلص الماتش اللي عنده ويروح لها ويتفقوا. اللي بالمناسبة الماتش ده برونو خسره، وده طبعا لأنه ما كانش مركز أصلا في الماتش. وبيكمل برونو إنه لما رجع كانت إليزا وصلت مع ماكارو لاتفاق مالي، وقال إنها طلبت 50,000 ريال عشان تسدد ديونها. طبعا كل ده برونو بيحاول يهرب من فكرة إنه خطفها، وقال لها وقتها إن كل اللي معاه 30,000 بس، وعلى حد كلامه هي وافقت، وعلى كلامه برضو إنهم خدوها عشان يروحوها ومعاها الطفل. لكن الحقيقة إن التحقيقات أثبتت حاجة تانية خالص. وباقي الشهود اللي من ضمنهم واحد اسمه سيرجيو قال إن إليزا كانت محتجزة وكان عندها جرح كبير في راسها، وإنها كانت بتتعرض للضرب والتعذيب لدرجة إنهم كانوا بيرفعوا صوت الموسيقى عشان تغطي على صوتها. وفعلا كان في محضر إزعاج ضد مزرعة برونو بسبب صوت الموسيقى، وده كان نفس توقيت احتجاز إليزا. وقال كمان إنهم كانوا بيجبروها تتصل بأصحابها عشان محدش يشك في اختطافها، وكمل كمان إنهم اعترفوا فعلا بقتلها بعد كده. أما جورج فاعترف إنهم خطفوا إليزا بمساعدة ماكارو وواحد اسمه بولا. وقتها راحوا بيت بولا وهناك كتفوها في كرسي وبولا خنقها. جورج ودى الشرطة لبيت بولا اللي هو المفروض مسرح الجريمة، وتعرف جورج على بولا من خلال صور بعض المجرمين، واتضح ان اسمه ماركوس وانه كان شرطي سابق، وتم القبض عليه فعلا. ولما خدوا جورج البيت بولا كان مرعوب انه يدخل، وكمان كان خايف انه يقابل بولا تاني، وقال ان بولا خنقها وقطع جثتها ورماها للكلاب عشان تاكلها. لكن بعد فحص البيت والمنطقة اللي حواليه ملقوش اي حاجة تدل ان إليزا كانت في المكان ده، ولا ان الكلاب كلت اشلاءها حسب رواية جورج، لان مفيش اي دم في المنطقة، وصعب جدا ان جريمة زي دي تحصل من غير ما يكون في نزيف. التحقيقات فضلت شغالة وقتها، وعملوا مسح شامل وتنقيب لبيت ومزرعة برونو وكمان مزرعة تخص بولا عشان يوصلوا لجثة إليزا، لكنهم للأسف ما وصلوش لأي حاجة. لكن الجريمة نفسها تم إثباتها باعتراف المجرمين. لكن محامي برونو كان مصر انه ما كانش يعرف حاجة عن كل ده، وان ماكارو هو اللي خطط ونفذ رغم انه فعليا ملوش اي دافع. وبعد 2 و4 شهور و22 يوم في الحبس، وتحديدا في نوفمبر 2012، ماكارو خرج عن صمته وقال انه مش هيشيل الجريمة دي لوحده. وقال ماكارو انه طلب من برونو يبعد عنها ويسيبها لحياتها، وقال له انه كل ده غلط، لكن برونو قال له انه هيتصرف في كل حاجة. وقتها ماكارو اخد إليزا بعربيته ونزلت وركبت عربية تانية، وتأكد ماكارو في الوقت ده ان إليزا خلاص هتتقتل. والمحكمة اعتبرت ان ده اعتراف من ماكارو وخففت الحكم عنه من 20 سنة ل 12 سنة سجن، وفي نفس الوقت طبعا دليل يستخدم ضد برونو في المحكمة. وفي جلسة الاستماع الختامية في 8 مارس سنة 2013 برونو كان مصر على إنكار إنه له يد في قتل إليزا أو إنه العقل المدبر زي ما تم اتهامه، لكنه اعترف ولأول مرة إنها فعلا ماتت، لكنه تقبل فكرة قتلها واستفاد من موتها. رئيسة المحكمة ماريكسا رودريجيز وبعد 3 ساعات من المداولة قالت إن برونو أظهر سمات بتدل على البرود والعنف والخداع، وإن شخصيته مضطربة، وتم الحكم عليه بعقوبة تراكمية بالسجن لمدة 22 سنة و3 شهور لارتكابه 3 جرائم عنيفة: اختطاف وقتل وإخفاء جثة. وتم الحكم على ماركوس الملقب ببولا بالسجن لمدة 19 سنة لقتل إليزا و3 سنين لإخفاء الجثة. وماكارو اتحكم عليه بالسجن 15 سنة لقتل إليزا و3 سنين لخطف برونو الابن، والحكم اتخفف ل 12 سنة بس. وفي الوقت ده تم إنهاء المحاكمة رسميا، وتم إصدار شهادة وفاة لإليزا بأمر من المحكمة رغم اختفاء جثتها. وأم إليزا كانت شايفة إن بنتها ما خدتش حقها، وإن المحاكمة كانت صادمة والحكم كان المفروض يكون أكبر من كده. وفي 2017 الحكم اتخفف عن برونو بموجب نظام مفتوح، وتم الإفراج المبكر عنه في يناير 2023. المضحك في الموضوع إن بعد الإفراج عن بولا اتقبض عليه مرة تانية في 2024 بجريمة قتل تانية. أما جورج فتم الإفراج عنه في 2022 وبعدها بأسبوعين اتقتل. برونو بعد ما خرج من السجن قرر يرجع مرة تانية لكرة القدم، وده تسبب في انتقادات كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، والنادي خسر كل الرعاة الرسميين بمجرد ما عرفوا ان برونو وقع مع النادي مرة تانية. لكن وقتها النادي رفض انه يتكلم عن الموضوع ده. فهل برونو هيكمل في الكورة بعد كل الانتقادات اللي تعرض لها بعد قتل إليزا؟ كل ده هنعرفه مع الوقت. لكن الأكيد في الوقت الحالي إن برونو الابن بقى عنده 14 سنة وحلمه يكون حارس مرمى، وفعلا وقع عقد وبدأ مسيرته المهنية على خطى إليزا الأم وبرونو الأب.
ومؤخرا في المحادثات اللي تم العثور عليها على لابتوب إليزا، واللي كانت تقريبا آخر محادثة ليها مع صديقة، كانت بتقول لها إن كل اللي هي عايزاه إنها تعيش في سلام مع ابنها وتربيه بدون خوف أو تهديد، وإنها تقدم على التعليم المفتوح عشان تقدر تدخل الكلية لأن ده كان حلمها من زمان. وقالت لها كمان إن برونو بقى ماضي وإنها مش هتحاول تزعجه أبدا، لكنها تتمنى إن في يوم من الأيام تقدر تسوي الأمور معاه عشان ابنهم مش أكتر. يعني باختصار إليزا ما كانتش بتسبب أي تهديد لبرونو، ولحد النهاردة برونو ما اعترفش إنه العقل المدبر للجريمة، وما تمش العثور على جثة إليزا سوماديو، وبيقال إنها ممكن تكون تم حرقها بسبب الأدلة اللي لقوها في مزرعة برونو، وعشان كده ما عادش ليها وجود. إليزا سوماديو كانت ضحية خفية للمجتمع بالكامل، ولبرونو والمشجعين بتوعه وعالم كرة القدم بشكل خاص. جريمة برونو مش أول جريمة من نوعها بين لاعيبة كرة القدم أو أشخاص مشهورين، لأن أكتر من حد أدين لنفس السبب في أكتر من دولة. لكن الإيجابي من الجريمة دي تحديدا إن تم عمل تغييرات في قانون العنف الأسري في البرازيل وتطبيق قانون قتل النساء، واللي المفروض يتطبق في كل دول العالم، اللي لحد الآن مفيش قانون بيجرم العنف اللي من النوع ده، أو إن عقوبته ضعيفة وما تتناسبش مع الفعل. وبس كده، لحد هنا بتخلص قصتنا النهاردة. ولو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في الكومنتات، وإن شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية.